تورتة المستعجلين أو تورتة ال10 دقايق، المهم إن هي طلعت تحفة، أتمنى كمان تجربيها عشان فعلًا جميلة جدًا وبسهولة جدًا هتجهزيها وبسرعة هتحضّريها، وبسرعة كمان برضه هيتقضي عليها ومش هتلاقيها. يالّا بينا نقطّع المقادير ونشوف طريقة التحضير. المقادير سهلة كده جدًا وبسيطة، بس أنا هاحط التكاية بتاعتي هنا. السبونج اللي هاعمله معاكم سهل جدًا وبسيط وفعلًا هتعتمديه وهتعمليه على طول. 4 بيضات هتجيبيهم، معاهم كوباية من السكر انزلي بيهم، ويالّا انزلي كمان بالفانيليا عشان زفارة البيض، وبسرعة حطيهم يالّا اضربيهم بالمضرب الكهربائي بتاعِك، أو حتى لو بالمضرب اليدوي ممكن تعمليهم. معايا كمان كوباية هنضرب كويس جدًا كده، وبعد كده وإحنا بنضرب ننزل بكوباية إلا ربع من الزيت، وكمان كوباية لبن، تمام، يعني ورا بعض على طول، تمام، هتحطيهم. يالّا كده ابتدي كده اضربي كويس لحد ما الخليط معاكِ هيفتح ويبقى أبيض بالشكل اللي هتشوفيه، تمام، وبعدين تبتدي تنزلي باقي المقادير. أنا نزلت بالزيت ونزلت باللبن وخلاص خلّصت ضرب الضرب في المقدار السايل. هنبتدي دلوقتي نعمل المقدار الجاف. وهنا كمان في معلقة من الخل، معلقة من الخل اوعي تنسيها. نزّليها وبعدين اضربيها، وبعدين تبتدي تنزلي بالمقادير الجافة عليها. معايا كوبايتين ونص من الدقيق، انزلي بيهم، عليهم معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر حطيها، وعليها كمان معلقتين مليانين من النشا، اوعي تنسيها، عشان بجد هتخلي السبونج بتاعك مظبوط جدا وتحفة وخفيف وفعلا هتعتمديه. تمام، ده السبونج بقى. انت ممكن على فكرة تجيبي سبونج جاهز، يبقى انت كده اصلا ما خدتيش وقت خالص في التورته، بس انا حبيت اعمل السبونج بتاعي في البيت. تمام، ويلا بينا بقى نصب المقدار السائل على المقدار الجاف اللي هو الدقيق والنشا والبيكنج باودر، وبعدين نزلنا بالمقدار. هتقلبي بالراحة تخلطيه، وفي القالب بتاعك تصبيه. القالب بتاعي مقاس 28. يلا انزلي بيه وادهنيه قبل ما طبعا ما تنزلي بيها. او عايزه تحطي ورقه زبده براحتك حطيها زي ما انت حابه اعمليها. يلا هنا صبيه وعلى درجه حراره 200 حطي دخليها. وهتاخد معاكي 25 دقيقه وبعدين تخرجيها. انا بعمل هنا بالسبونج بالفتيوله كده رايح جاي عشان ما يبقاش في حته واطيه وحته عاليه معاكي في الفرن. وادي ادينا الكيكه خرجناها تحفه، شايفين جمالها عامله ازاي. ولما تهدى تبرد شويه بشويه من الشربات او السيرب انزلي بيهم، هي دافيه حطيهم. تمام، ده بالنسبه للشربات. لو ما عندكيش حتى ممكن نص كوبايه ميه وكوبايه الا ربع سكر على النار كده. اول ما تغلي معايا اطفي عليها واسيبها تبرد شويه وبعدين انزل بيها. واي فاكهه عندك قطعيها شرايح كده، ظبطيها وهاتي بوله كده، اي بوله عندك تعمل الشكل بتاع التورته حضريه، وانزلي كده بكيس من الاسترتش او كيس من التلاجة. ده كيس تلاجة اللي استخدمته. تمام، فتحته كده وبدأت حطيته جوه البولة. على فكرة بينزل التورتة بسهولة جدا وتحفة. تمام، يلا بقى كده هاتي الكيك بتاعك او الاسبونج اللي عملناه وقطعيه كده شرايح كده رفيعة، بس لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي. بالشكل اللي انتم شايفينه كده تجهزيها. شايفين سهلة وبسيطة ازاي. نبتدي بقى دلوقتي ننزل الفاكهة بتاعتك، سواء مانجا بقى، سواء فراولة، سواء كيوي، اللي انت حباه حطيه. تمام، انا هرص كده الطبقة الأولى من المانجا أو شرايح المانجا، هنزل بيها. ودي أنا يعني مهدياها شوية عشان تشوفوا كل الخطوات وتعمليها صح. تمام، زي ما انت شايفة كده. طبعا هجيب كريم شانتيه، أنا آسفة دي ما جاتش أو ما اتصورتش. الكريم شانتيه هنا كوبايتين من الكريم شانتيه أو كوباية ونص من الكريم شانتيه. تمام، لو حابة بتزودي ممكن تزودي براحتك، بس أنا ده بالنسبة لي كان كويس جدا. كوباية ونص من الكريم شانتيه الخام، نزلت عليه بكوباية وربع من اللبن المثلج. تمام، أو ممكن مية برضو مثلجة، مش ضروري لبن. تمام، بس لو هو خام حطي نص كوباية من السكر البودر.
حتى لو هتحطيه سنترافيش يعني اللي هو العادي برضو ممكن، مفيش مشكلة. هتسيبيه نص ساعة في التلاجة يجمد شوية اللي هو الكريم شانتيه، ويلا بقى عشان تعملي بيه أحلى تورتة هتعمليها بجد تحفة ومنجزة جدا. وعلى طول هتجهزيها. على فكرة أنا حطيت هنا شرايح المانجا لحد الآخر، بس أنا ببتدي أسند بالكيك الأول، وبعدين يعني هزيح الكيك كده وابتدي أنزل يعني أحط الشرايح من تحت. أنا عملت كده بس عشان أعرف أحط اللي هو الطبقات اللي فوق دي. شايفين أنا بحط ازاي أهو. هرفعها دلوقتي واحط تحتيها برضو شرايح المانجا. لو حابة تحطي كريم شانتيه الطبقة الأولى عشان تظهر في الواجهة الأخيرة أو الحاجة الأخيرة، براحتك. أنا كان بالنسبة لي دي كده كويس جدا. تمام، يعني ممكن نبدل الطبقة دي، نحط الأول كريم شانتيه وبعدين نحط ايه طبقات الكيك. تمام. عايزة تحطي زي ما أنا عملت كده طبقة الكيك الأول وبعدين كريم شانتيه مش هتفرق. تمام. هي تفرق على فكرة في الآخر بس في حتة إن كلها تبقى كريم شانتيه، فأنا بالنسبة لي كان تمام. بعد ما خلصت الطبقة الأولى هنزل بكريم شانتيه، وبعدين هحط من في النص بقى شوية من الفاكهة اللي موجودة عندك حطيه. أنا كان عندي كده موزتين تلاتة قطعتهم شرايح ونزلت بيهم، وكمان كان عندي برضو الباقي من شرايح المانجا حطيتهم، وكمان عندي شرايح كيوي نزلت بيهم، وعملت أحلى تورتة. بصي هنا هتحطي كمان الطبقة التانية وبعدين هتنزلي بالفاكهة لو عايزة تعمليهم على تلات يعني لغاية ما البولة بتاعتك تخلص. تمام. ما شاء الله الكيك كان بالظبط مناسب للبولة اللي أنا عملتها. وكانت ما يعني ما خلتش شريحة أساسا، يعني هي خدتهم كلهم. كان المقاس